أوصاني العظيم شق البحر بعصاه والغريب يتعلق بعصاه. أشد شو؟ يحتفل المسرحيون في 27 من كل عام بيوم المسرح العالمي، وكعادتهم في كل العالم قام مسرحيو اللاذقية بالاحتفال بهذا اليوم الذي تزامن مع تحرير مدينة تدمر، المدينة التي تحتضن بين جنباتها واحدة من أقدم مسارح العالم وأعرقها. اليوم يوم المسرح العالمي، ويصادف حالة كثير جميلة. اليوم تحرر مسرح تدمر من ايد الارهابيين، وهي حالة كثير جميلة الى درجة انه يعني الواحد بيربط هاي الذكرى بهذا التحرير. كل عام وانتم بخير وكل المسرحيين بألف خير. مصادفة جميلة جدا انه بهذا اليوم الجميل والحضاري أن يعود إلينا حضارة جميلة وهي مسرح تدمر. حقيقة توافق جميل، والأجمل منه جهود جنودنا الأشاوس الأبطال بإعادة تدمر الثقافية إلى حضن الوطن. جميلة كثير المصادفة اليوم كانت إنه يوم المسرح العالمي وعودة عروس الصحراء ولؤلؤة صحراء سوريا تدمر. المسرح العريق في تدمر عاد إلى حضن الوطن. بالمناسبة واليوم عيد المسرح العالمي، اجتمع هذا اليوم بعظمته. احنا اليوم محتفلين بيوم المسرح العالمي، وكتير حبينا واضاف هذا الشيء للاحتفاليه هو تحرير تدمر. ومسرح تدمر هو من اهم مسارح يمكن الوطن العربي، واقدم المسرحيات والعروض المسرحيه بلشت من هنيك وتقدمت هنيك. وبدي اقول يعني الله محيي الجيش العربي السوري يلي عم يحارب وبيقاتل، ونحن عم نحاول كثير نكون معه بموقعنا من هون من المسرح، ونحتفل بيوم المسرح العالمي وبهاليوم هذا يلي رجعت فيه تدمر. الهدف من هذا العرض هو إحياء يوم المسرح العالمي، واحتفالا كمان برجوع تدمر ومسرح تدمر، ونقول تدمر عيونها خضر. وإن شاء الله ألف مبروك لسوريا وألف مبروك لنا. عرضنا الحلو اليوم كتير احنا كتير مبسوطين وكتير كلياتنا مع بعض ايد وحده. نحن اليوم كمسرحيين باللاذقية حبينا نحتفل بعيد المسرح العالمي، والحلو بالموضوع انه ساقط يوم المسرح العالمي مع يوم تحرير تدمر، فكانت الفرحة فرحتين. شيء كتير عظيم بالنسبة لنا، وهو شيء نحن لنثبت للناس وللعالم انه نحن لساتنا عايشين ونحن لساتنا على ارض الواقع، تمام، وتضامنا مع مسرح تدمر. وهذا الشيء نحن رسالتنا نحن نوصلها للعالم اللي هي وجعنا نحكيها على اسلوبنا نحن وعلى طريقتنا نحن، لنفهم العالم كلياته انه نحن لساتنا صامدين، انه نحن لساتنا موجودين، ونحن ما حدا بيقدر بيمحينا لا بيوم المسرح العالمي ولا بغيره وغيراته. والله يرحم كل شهدائنا، والله يخلي بلدنا والجيش العربي السوري. معزوفات موسيقية وفقرات فنية وتمثيلية أكد من خلالها المحتفلون أن النصر الذي حققه الجيش العربي السوري في تدمر إنما هو حماية لانتماء السوريين وهويتهم، وأن الحفاظ على التاريخ هو ما يصنع المستقبل. سيريا ستار تايمز، علاء بطار، اللاذقية.